الذين فروا من القتال وأحرقت منازلهم ومحالهم التجارية ودمرت ما لا يقل عن قريتين بالكامل. كيف يا أبو ملاك؟ أفعال تتكرر الآن وربما كيف لا تشوف الأوضاع باليمن؟ في معركة تكريت. لا تصورني. كيف لا تشوف الأوضاع باليمن؟ اليمن أشيعك فيني لا تشوف. وصفت تلك الجرائم بالعمل الممنهج للأبعاد الطائفية. عشان أشوف فيني أعرف. ليس مجرد تصرفات فردية كما يعتقد ما نشيل لهم على عائلتي أشوف. أنا مسافر بعد أسبوع ليه ماشي. سقط الميليشيا مع أن تكليفه كان بالأساس ما نشي خايف إني مشطع شي مطار متسكر. لا مش عبر أي مكان بحر المشط البلادي. بس أنا خايف من إنه يقتلني الشمالي، خاصة لا لابسني هكذا ولا السلفي ولا الشيعي ولا السني ولا المهم أصبحنا كل واحد يشوف أخوه غريب. الشيعي يقتل السني والسني يقتل الشيعي. داعش وقاعدة وهذا واحنا احنا أصل الحضارة، احنا أصل العروبة. كيف لا تشوف الدخلة السعودية هذه؟ داخل السعودي ايش أقول لك؟ لا تسبق الحدث قبل الحديث، ولا تسمع السياسيين، ولا تسمع الأخبار اللي جننتنا. افتح كتاب الله واقرأ، راجع حديث، راجع السيرة النبوية، راجع تاريخنا. هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا أهل مدد ولا قال أهل شيعة؟ قال احنا أهل مدد، أهل نصرة. ما نصرنا الإسلام. شوف الركن اليماني احنا أهل مدد، احنا من نصر الإسلام، احنا من دسنا كسرى، احنا من فتحنا من السند للهند، من الصين لشمال جنوب أفريقيا، احنا من فتحنا. أهل اليمن اقرأ سيرة هتلقى أكثر ما ورد أهل اليمن، أهل اليمن، أهل اليمن، أهل الحكمة، أهل المشورة، أهل الأمانة، أهل القوة، أهل الشجاعة، من قبل الإسلام ومن قبل أي حضارة في الكون. حضارتنا من عهد عاد وهود، من عهد سيدنا سليمان. احنا أهل حضارة، نحب من سالمنا، ولكن يا ويل من عادانا. نحمل الجوع فقط سهل، لكن ما نحمل نشوف الدم كل يوم يسفك قدامنا. من اللي قتل قال الحوثي شوف دمه، ومن الحوثي يمني، ومن قتل قالوا سندي، ومن دمه قال يمني. عندنا الحوثي والسني والشيعي. احنا من يوصلنا لهذا الكلام؟ من يوصلنا لهذا الخبر؟ من يدخل له فكرنا؟ من وسوسنا؟